ادخل راضي أختك وصالحها. قلت لها فعلا أنا عملت كده، وأخدت من أسامة فلوس عشان أجيب لها كل الحاجات اللي هي بتحبها، وحكيت لها عن كل اللي أسامة قالهولي. قالت لي ده ولد محترم وابن ناس، وكمان إحنا اللي مربيينه، هي بس أختك أعجبت بيه وهي لسه صغيرة، وهي كمان مش فاهمة حاجة وأنا فهمتها. شوف بقى أسامة ادالك كام وانزل ادهم له. وفعلا نزلت خبطت على أسامة وحضنته وقلت له ما تزعلش مني، عشان خاطر ان انا فهمتك غلط وشكيت فيك انت واختي. واختي كمان حكت لامي كل حاجه، وانا جاي اسالك عشان اعرف ايه اللي حصل. قال لي كل اللي عايزه اقوله لك ان انت زي ما انت قلت لي ان انت اخويا عشان ما عندكش اخوات ولاد، هي كمان اختي عشان ما عنديش اخوات بنات. وبس عدى الموقف على خير، وقربنا من بعض اكتر وبقينا زي الاخوات فعلا. بس كده، وهي دي كانت قصتي. انتهت قصة النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.